اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، وهو لو انا معايا فلوس بالدولار وعايز استثمرها باعلى عائد موجود في البنوك المصريه، ايه هو افضل شهادات او افضل ودائع ممكن استثمر فيها الفلوس الدولار اللي معايا؟ وقبل ما اكمل الحلقه، يا ريت لو انتوا حضراتكم عايزيني اتكلم في مواضيع معينه خاصه بالبنوك او حل مشاكل لحاجات معينه في البنوك، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه هي الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم عليها، وهعمل لكم ان شاء الله حلقات ليها. ويلا بينا نبدا الحلقه. زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة، لو انا معايا مبلغ بالدولار وعايز ان انا استثمره بحيث ان انا اطلع منه اعلى عائد في البنوك، طب يعني ايه احسن بنكين؟ طبعا بالنسبة للدولار بالذات هو اهم حاجة عندنا البنك الاهلي وبنك مصر. دول اعلى بنكين فيهم فايدة، سواء على الحسابات اللي هي الجارية اللي هي بدون شهادات، او على الودايع، او على كمان الشهادات اللي هي اعلى فايدة شهادات موجودة على حسابات الدولار. طيب هنعرف ايه هي الفايدة، ونعرف ايه امتى ان انا اعمل وديعة، وامتى ان انا اعمل شهادة، وامتى اسيب الفلوس زي ما هي في الحساب، وايه المميزات اللي موجودة. فانا طبعا هبدأ بان انا اخش على موقع البنك الاهلي، عشان في خاطر فيه حتة معينة خاصة بالمقارنات موجودة في موقع البنك الاهلي واضحة شوية عن بنك مصر. لكن انا اكد لكم ان الفوائد بتاعت الدولار اللي موجوده في بنك مصر هي اللي موجوده في البنك الاهلي، يعني اعلى فايدتين هتلاقي، حتى الشهادات اللي يعني هتلاقي في شهادات دلوقتي هنشرحها مع بعضنا موجوده في البنك الاهلي، هي موجوده في بنك مصر. يلا بينا نبدا مع بعض، نخش على موقع البنك. زي ما احنا شايفين مع بعض، نخش على طبعا جوجل ونكتب فوق البنك الاهلي المصري، هيطلع لنا تحت اول الموقع بتاعنا. نخش على موقع البنك الاهلي المصري عادي خالص. بعد ما دخلنا عليه اول حاجه بنشوفها طبعا في اعلى فوائد شهادات موجوده هي 7% وال9%. طب احنا عايزين نجيب التفاصيل بصفه عامه، بنخش فوق هنا على الافراد، بيظهر لنا جميع المنتجات الخاصه بالبنك. بننزل تحت على شهادات الادخار، وبنختار منها اللي هي المزيد. زي ما احنا شايفين هنا كده، بتلاقي في عندك شهادات الادخار بالعمله المحليه اللي هي بالجنيه المصري وبالدولار، وشهادات الاستثمار بصفه عامه. احنا هنختار تاني اختيار لشهادات الادخار بالعملات الاجنبيه. تمام. بيظهر عندنا تحت اهوت انواع الشهادات المختلفه اللي احنا المفروض نشتغل عليها، تمام، او اللي احنا المفروض نستثمر فيها. طبعا احسن شهاده، يعني لو انا عايز اعمل شهادات فتره طويله زياده عن سنه، احسن شهادات موجوده بالنسبه لنا هي اول شهادتين. الشهاده الاولانيه اللي هي زي ما بنشوفها، اللي هي عباره، طبعا الشهادتين 3 سنين. الشهاده الاولانيه اللي هي على اليمين زي ما احنا شايفينها كده، اللي هي شهاده عباره عن بتبدا من $1000، والشهاده الثانيه برضه من $1000. هنا اللي الشهاده دي 27% تراكميه في خلال ال3 سنين، والعائد بتاعها بيتصرف بالجنيه المصري. وديت ساعة لما بتعمل شراء بتقوم انت رايح عامل ايه؟ عامل حسابين، لازم يكون لك حسابين، حساب بالمصري عشان هينزل عليها فايدة الشهادة اللي بالدولار، وحساب بالدولار اللي هو طبعا اللي انت بتحط فيه الفلوس الدولار بتاعتك وبتشتري منه الشهادة. تمام. ده طبعا لو انت محتاج ان انت عايز معاك مبلغ الدولار ومحتاج مبلغ بالمصري ومش عايز تسيل الدولار، فانت زي ما بنقول كده بنمسك العصايه من النص، ان احنا بنحتفظ بقيمه العمله بالدولار زي ما هي، وبناخد المبلغ بتاع المصري ممكن احنا نشتري بيه شهادات. يعني في ناس بتاخد المبلغ المصري اللي بيطلع بيشتري بيه شهادات بالعمله اللي هو طبعا بالشهادات اللي هي بالجنيه المصري. او في ناس بتاخد الفلوس وتستثمرها في اي حاجه تانية، واحد مثلا عايز يشتري حاجه، يعمل حاجه كلام من ده، يخلي الفلوس في الحساب ده يغرض من الغرض هيسحب منها فلوس. ولكن عيب الشهاده دي ان هي لازم تحتفظ بالفلوس لمده 3 سنين. ودي طبعا وفقا للظروف الطارئه في سعر الدولار، محدش عارف ايه يعني الدنيا ماشيه ازاي، ولكن ده يعني السكه الخاصه بيه. اول نوع من انواع الشهاده طبعا دي فائده 9% في السنه. يعني على سبيل المثال تعالى نحسبها مع بعض كده لو بحسبه بسيطه. لو معانا مثلا على سبيل المثال $1000، تمام، ويشتري بيهم النوع الاول من الشهادات اللي هي 27%، تمام، هتطلع لنا $270 ده في السنه. يعني ايه ده؟ على مدار اللي هو 3 سنين. تمام كده. طب نضرب بقى في مثلا، وليكن مثلا سعر الدولار مثلا في الوقت الحالي او متوسطه مثلا 74، مثلا 74 جنيه، ده المتوسط بتاعه تقريبا يعني حاليا. هتديني حوالي 12600 12800 في الحدود دي كده. تمام. دول اللي بينزلوا في الحساب المصري بالشكل المقدم، او بايه ساعه ما بتشتري الشهاده. يعني احنا بنشتري الشهاده بيصرف مقدما بالجنيه المصري، بتلاقي على طول من تاني يوم الشراء الفلوس نازله في قلب الحساب.
بالرقم اللي انتوا شايفينه. في بقى ناس بتاخد الفلوس دي يعني مثلا تستثمرها زي ما احنا قلنا، اشتري بيها شهادات براحتها خالص، ولكن ده كده الحسبه او الخاصه بيه اول نوع من انواع الشهادات. تمام. ده كده مثلا على كل $1000 بيطلع الرقم اللي احنا شايفينه قدامنا ده تقريبا بالمتوسط كده. تمام كده بالنسبه لاول نوع من انواع الشهادات. تعال نتكلم على النوع الثاني من الشهادات، وهو الشهاده اللي هو الاهلي بلس. وطبعا الشهادتين دول زي ما انا قلت قبل كده همهم بالظبط بنفس سعر الفايده، موجودين في بنك مصر ولكن بمصطلحات مختلفه. يعني اسم بس الشهاده مختلف، لكن نفس سعر الفايده بنفس الحدود بنفس الحد الادنى للشهاده بنفس كل حاجه، موجودين في بنك مصر بنفس سعر الفايده بنفس الشكل بالظبط. تمام. الاهلي بلس زي ما احنا شايفين الحد الادنى برضو للشراء الدولار $1000 للشهاده، مده الشهاده 3 سنين، الفايده 7%. ودي كل 3 شهور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى صح برضو هنعمل مثلا عملي اهوت، لو احنا معانا $1000 وضربنا فيه 7 تمام في المية، يعني بتدينا $70 في السنة على كل $1000. طيب $70 دول انا يعني بيتقسموا على 4، بيبقى كل 3 شهور بينزل لك فايدة على كل $1000 $17.5. ده كده يعني خلاصة الموضوع الخاص بيه، او نفس فكرة اللي هي الاهلي بلس اللي موجودة بالنسبة لنا. دي بتستمر برضو 3 سنين، والعيب بتاعها برضو طول المدة. وطبعا بالنسبة للشهادة طبعا بالنسبة كعائد بالدولار طبعا 7%، دي اعلى عائد شهادات مش هتلاقيه في اي بنوك تانية سواء الا في الاهلي ومصر. يعني دول اعلى شهادتين في الاهلي ومصر فقط لا غير. انا همر بقى على باقي الشهادات التانية مر الكرام كده، لان طبعا انا في حاجة معينة هقول لكم عليها. لما نيجي نبص على الشهادات التانية، احنا عندنا شهادة اللي هي الذهبية الجديدة، سعر الفايدة بتاعتها برضو الحد الأدنى ده $500، ومدة 3 سنين، سعر الفايدة 5.5 35، وده دولار ده سنوي، ودولار نص سنوي 5. يعني طبعا هي فيها 4 دوريات زي ما احنا شايفين، 35 ده للسنة، 5 وربع و25 و5 و15 ماشي، ودي كمان باليورو. ده بالنسبه للشهاده ديت. طبعا في شهاده تانية دي اهل مصر الدولاريه 5 سنوات، برضو الحد الادنى ده $500 ونفس سعر الفايده تقريبا، مش هشرحهم كتير. تمام. وبرضو احنا عندنا كمان اللي هو الشهاده اللي هي ال5 سنين $500 حد ادنى، والفرق بتاعتها زي ما احنا شايفين هي سواء في السنه او في نص سنه اللي هو كل 6 شهور، او ربع اللي هي كل 3 شهور، او دولار شهري. في عندنا كمان دي، بس دي مدتها 5 سنين، اللي فاتوا دول كلهم كانوا مدتهم 3. اعلى في حاجه بقى اللي هي ال7 سنين، وفايدتها زي ما احنا شايفين برضو اللي دي السنه ال5.5 و95 و94%. ده كده كل انواع الشهادات اللي موجوده تقريبا الخاصه ب الدولار اللي موجوده في البنك الاهلي، وبتختلف مع اختلافات بسيطه طبعا في بنك مصر. لكن اهم حاجه اللي هم اول شهادتين دول موجودين، ودول اعلى حاجه اصلا. لان احنا الحلقه بتاعتها بتتكلم على اعلى استثمار، فشيء طبيعي ان انت هتلاقي اول شهادتين دول اعلى حاجه موجودين. تمام. بالنسبه للشهادات على مدار ال3 سنين، اما بقيه الشهادات فانا مش يعني هيبقى ليها حل تاني دلوقتي هقول لكم عليه، هيبقى افضل من الشهادات دي. هنرجع هنا تاني لاول صفحه، اول حته في موقع البنك خالص بالنسبه للبنك الاهلي، ونخش على حاجه اسمها ودائع عملات اجنبيه. تمام. وهيبقى قدامنا الودائع اللي احنا شايفينها قدامنا. طيب امتى ان انا اعمل وديعه بقى، وامتى ان انا اعمل شهاده؟ ماشي. الشهاده لو انا عايز استثمر فلوسي لمده طويله، اللي اقعد مثلا على 3 سنين مثلا مستمره، فنستخدم الوديعه اللي هو الشهاده، لانها طبعا كعائد بتاعها اعلى. 7 و9 دول الاثنين دول اعلى عائد موجود اصلا في البنوك تقريبا، ومش هتلاقيها في بنك تاني، لان طبعا انا فحصت بمعظم البنوك مش هتلاقي العائد ده موجود في اي بنك تاني للدولار بالتحديد يعني. طيب امتى اعمل وديعه؟ وليه انا ما استمرتش في شرح بقيه الشهادات اللي هي ال5 سنين وال7 سنين وحتى ال3 سنين الباقيه؟ لازم نخلي بالنا من حاجه مهمه بالنسبه لحسابات الدولار اللي موجوده في معظم البنوك. اي حساب دولار بيبقى عليه مصاريف. تعالى نتفق مع بعض في هذا الامر. حساب الدولار عاده في الاهلي ومصر يعتبر تقريبا اقل يعني مصاريف موجوده على مستوى البنوك كلها، تقريبا $4 تقريبا كل 3 شهور. ماشي. ده هنتكلم على الاهلي $4 كل 3 شهور، يعني في السنه $16. لو انا سايب فلوس سيوله في الحساب مش محتاجها في حاجه، تمام، انا كده بخسر كل شهر او كل سنه $16. تمام. او كل 4 او كل 3 شهور، $4 بيتخصموا مني من المبلغ اللي موجود على الفاضي. طيب
تعال نشوف مع بعض الاول، لو انا سايب مبلغ في الدولار في الحساب ازاي استثمره صح، لو انا عايزه في فترات قصيره، وهنقارن مع بعض حاجه معينه هوضحها لكم دلوقتي. تعال نشوف الاول، احنا عندنا نوعين من الودائع، الودائع ذات دوريات عائد متنوعه، والودائع بعائد يصرف في نهايه المده. ماشي، خلينا في اول اختيار لان نهايه المده مش هنحتاجه قوي، او نخليها برضو هنشرح الاثنين، بس خلينا في اول مده عشان هيبقى مرن شويه. الودائع اللي بتتصرف في اللي هو انواع الحد ده الحد الادنى لشراء الوديعه. يعني ايه؟ لو يعني ما ينفعش اشتري وديعه سواء بالعملات المختلفه الا او بكل عمله الا بالحد الادنى اللي موجود ده. الحد الادنى للوديعه زي ما احنا شايفين هنا $1000 و800 استرليني و900 يورو و4000 ريال سعودي. مده الوديعه بتبدا من سنه ل3 سنين. ايه الفرق بين الوديعه والشهاده؟ الشهاده ما ينفعش تكسرها ب6 شهور، وطبعا لو كسرتها فيها معدل خساره. اما الوديعه انت ممكن تكسرها في اي وقت، لكن بشرط انت بتخسر الفايده بتاعتها كلها. يعني بيرجع لك اصل المبلغ، تمام، وبيخصم منك الفايده، بيرجعها لك نفس فايده حساب اللي هو ايه، نفس فايده حساب اللي هو التوفير، فيعتبر تقريبا حساب التوفير اصلا يعتبر ما عليهوش فايده تقريبا، فبيرجعها لك على حساب الفايده اللي موجوده في الحساب، ولكن دون ان هو يخصم من اصل المبلغ. ده الفرق بين الوديعه والشهاده. وكمان عندك الوديعه ممكن تكسرها في اي وقت، لكن الشهاده ما ينفعش تكسرها في اي وقت. تمام كده؟ تعال بقى نشوف دوريات الودائع اللي موجوده. احنا طبعا هنشتغل على الدولار اهم حاجه. لو احنا عملنا وديعه شهريه الفايده بتاعتها 5.70. طبعا احنا شايفين الفايده بتاعت اللي هي الشهري، الوديعه الشهري دي كام؟ 5.70. عشان كده لما جيت شرحت موضوع الشهادات اللي هي ال5 سنين وال3 سنين الثانيه قلت لكم انا مش ههتم بيها، لان انا شايف ان الوديعه الشهريه العائد بتاعها اعلى حتى كمان او مجدي كمان عن الودائع اللي هي مده 3 سنين او اللي هي مده اللي هي الايه 7 سنين او 5 سنين. الربع سنوي 5.73، النص سنوي 5.76، ايه السنوي 5.8. يعني ايه الكلام ده وازاي بنحسب فايده الوديعه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا معايا $1000 وعايز اشتري بيهم، مثلا هنختار على سبيل المثال النوع الاولاني اللي هو الشهري 5، ان انا اعمل وديعه بشهر. يعني على سبيل المثال انا عندي فلوس في الحساب ومش عايز احتفظ بيها مثلا 3 شهور او مثلا ايه نص 6 شهور او سنه، فانا هحتفظ بيها على سبيل المثال شهر بشهر. خلينا كده زي ما بنقول كده ايه، يوم بيوم. يعني انت واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب نضرب $1000 في 5.70% طبعا، خلاص هيطلع $57 في السنه. $57 في السنه هيتقسم على 12، يعني الشهر الواحد هيخش لي فايده في الحساب 4.75. لاحظنا حاجه في الرقم ده كده لو انا عملت وديعه لمده شهر، تمام. وطبعا هبقى اعمل حلقه تانية توضح لكم فيها ازاي اربط وديعه عن طريق التطبيق اللي هو الاهل موبايل، وهيوضح لكم كمان ان انا ازاي ان انا اجدد الوديعه دي كل شهر عشان خاطر كل شهر ينزل الفايده. وطبعا ممكن اكسرها في اي وقت، انا ما عنديش مشكله. استفدنا ايه لما انا عملت وديعه شهريه؟ طبعا وديعه مثلا ما عملتش شهاده، اول حاجه انا ممكن ارجعها في اي وقت زي ما انا قلت. معدل الخساره بتاعتها طبعا مش هيبقى فيه خساره، زي ما احنا شايفين هترميني كل شهر في الحساب 4.75 اللي هم $4. هي تقريبا هتجيب فايده الحساب، وفي نفس الوقت لو انا محتاج الفلوس في اي وقت هقوم كاسرها واخد الفلوس في لحظتها، مش هيبقى عندي مشاكل. يبقى اذا بالنسبه لي الودائع، وطبعا كمان لو جيت تقارن سعر فايده اللي هو الشهادات اللي هو الودائع اللي انت شايفها هنا بالشهادات اللي هي ال3 سنين اللي هي طبعا بخلاف ال7 وال9 او ال5 سنين او ال7 سنين، هتلاقي ان سعر الفايده هنا متقارب جدا مع سعر اللي هو الشهادات الثانيه، بل اعلى منه كمان. وبناء عليه فان الموضوع الخاص بيه ان انا اعمل شهاده لمده 3 سنين ده كده غير مجدي على الاطلاق. فتعالى نتكلم لو انا عايز احتفظ بالفلوس بتاعتي لمده 3 سنين في فايده عاليه، عندنا ال7 وال9. طيب مش عايز احتفظ بيهم بالشهادتين دول لان نزلت على طول على ال3 سنين، يبقى انا عندي الودايع الخاصه بيه اللي هو سعر فايده الودايع اللي موجوده دلوقتي هي لمده سنه، اللي هي لمده سنه او 3 سنين حسب ما احنا عايزينها. وزي ما احنا شايفين ان فايده الشهاده فيه عاليه، وزي فايده اللي هو ايه الوديعه عاليه ما هياش قليله كمان. وبالاضافه خلاف كده وكده كمان ان هي هتجيب لي فايده على الاقل هتعوض اللي هي مصاريف الحساب اللي تنزل في الحساب. انا كل 4 شهور كل 3 شهور بيتخصم مني $4. ال$4 دول هيتشالوا من فايده الحساب، وفي نفس الوقت في اي وقت من فايده الوديعه اقصد، وفي نفس الوقت في اي وقت لو انا عايز اكسر الوديعه هاخد الوديعه بتاعتي من دون اي خسائر بالنسبه لي، مش زي الشهادات طبعا هيبقى فيه كسر وهيبقى فيه معدل خساره وهيبقى فيه وجع دماغ. تمام.
ده كده زي ما احنا شايفين الفرق بين الشهاده والوديعه، انا شرحتها لكم انتوا الاثنين اللي هما الاثنين، ووضحنا مميزات وعيوب كل واحده فيهم، ووضحنا كمان امتى ان انا لو انا عندي مبلغ وعايز استثمره لمده 3 سنين امتى ان انا اشتري بيها شهادات وامتى ان انا اشتري بيها ودايع. تمام كده. برضو لو احنا بصينا على عائد الشهادات لمده مثلا 3 سنين زي ما احنا شايفين، هتلاقي الدولار عندك هنا 5% و5 وربع و5 35 و5 ونص. ده لو قارناها برضو اللي هو الشهادات اللي هي ال3 سنين هتلاقي الفايده مفيش اي مشكله فيها. بس انا دايما برجح واللي انا شايفها مفيده طبعا هي الوديعه اللي هي لمده شهر اللي احنا شايفينها 5.70 دي، وتجدد كل شهر بشهر، وده هيبقى افضل جدا، هتستفاد من الفائده بتاعتها. والوديعه بتنزل لك فائدتها شهر بشهر، وده طبعا في اي وقت انا ممكن اكسرها وارجعها. فطبعا انا شايف ان افضل استثمار بالنسبه لي كوديعه في البنك دلوقتي هي اول نوع من انواع الشهادات، هو الوديعه اللي هو الوديعه بالدولار. الفايده الشهريه 5.70. هتجيب اول حاجه فائده الحساب اللي هو قصدي مصاريف الحساب، تاني حاجه ان انا ممكن اكسرها في اي وقت فهي مرنه، تالت حاجه ان الفايده بتاعتها اعلى كمان من فايده الشهادات اللي هي ال3 سنين، ورابع حاجه بتنزل لي فايده كل شهر بشهر، وبجددها زي ما انا عايز وبستردها في وقت ما انا عايز. تمام كده. نلخص بقى كل اللي احنا قلناه على مدار الحلقه. لو انا دلوقتي اعلى استثمار خاص بالدولار في البنوك، عندك البنك الاهلي وبنك مصر. طيب اعلى شهادتين بالنسبه للثلاث سنين هي 7% و9%. 9% بترمي الفايده بالمصري تمام لمده 3 سنين، اللي هي الفايده 27% طبعا تراكميه لمده 3 سنين، بترمي الفايده بتاعتها بالمصري المبلغ اللي انا قلت عليه وفي الحساب، وانت بتاخد الفلوس تستثمر فيها زي ما انت عايز. اما بالنسبه لو انت عايز الفايده تنزلك بالدولار، فعندك الشهاده 7% اللي موجوده في الاهلي ومصر، والاثنين بترمي فايده كل 3 شهور بالدولار زي ما هي. دول كده بالنسبه للشهادات. اما لو انا قلت على المبلغ ده، اما قلت على ال3 سنين دول تمام، الجا على طول للودايع. تمام. انا معايا مبلغ سايبه في الحساب، مش عايز ان انا اربطه بشهاده، ومش عايز ان انا اسيبه فتره طويله، وفي نفس الوقت عايز منه فايده تنزل عشان خاطر ان انا اعوض مصاريف الحساب، هو من على طول ربط وديعه. الوديعه اللي موجوده عندنا في وديعه من سنه ل3 سنين. احسن نوع من انواع ربط الودائع هي الودائع لمده شهر، ان انا اربطها بشهر. طبعا قارنا دلوقتي، عملنا مقارنه ما بين سعر الفايده لمده اللي هو الفايده كوديعه لمده شهر، وسعر الفايده كوديعه كشهاده لمده 3 سنين، وشفنا ان سعر الوديعه لمده شهر هي افضل حاجه بالنسبه لي. يعني انا شخصيا لو انا هربط وديعه بالدولار هربطها لمده شهر بشهر لغايه لما الفايده تنزل ونعمل ايه اللي احنا عايزينه. لحد هنا نكون خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون الحلقة فادتكم، وإن شاء الله بكم في حلقة جديدة. مع السلامة.